الدكتور محمد حبش، المفكر والباحث الاجتماعي. دكتور محمد، الله يسعد لي أوقاتك. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم، شكرا للاستضافة. وعليكم السلام. دكتور محمد، بداية كنت عم بحكي من شوي عن قصة البطل السوري ابن مدينة إدلب أحمد الأحمد، والقصة اللي كلياتنا شفناها، حتى حضرتك علقت علي على الفيسبوك. من وقتها كل وسائل الإعلام عم تقول إنه الإسلام هو دين حب، دين تعايش، وعم تروح وتتلاشى الفكرة اللي كانوا آخذينها الغرب إنه هو دين قتل وإلى آخره. فحضرتك سريعا شو بتعقب على هي الحادثة؟ والله الموقف اللي أخذه الأخ أحمد الأحمد هو حقيقة موقف بطولي. نعم. يعني بغض النظر عن الإيديولوجيا أو الدوافع، لكن الإنسان يهجم على حامل بندقية ويقتل الناس ويتمكن أنه من التغلب عليه، الحقيقة هذا موقف بطل شجاع، خاصة أنه أنقذ أرواح. صحيح. وبالطبع هو لا يجهل أن هذه الأرواح هي أرواح يعني أبناء الديانة اليهودية، ولكن هم يعني في منطق المسلم هم بشر، إنسان. فالروح الإنسانية معظمة عند الله، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صحيح. ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. لذلك نحن شفنا موقف بطل حقيقي، وواضح أيضا يعني تفاعل الشعب الأسترالي عبر رئاسته وعبر المؤثرين فيه. وفرحنا له اليوم أنه جابوا له شيك بمليونين و400 ألف ما دولار شاء الله. من متبرعين أستراليين. صحيح. الحقيقة المشهد كله مشهد يبعث يستاهل. على الفخر. أم نعتز أنه هو ابن سوريا أيضا. أكيد أكيد. دكتور محمد، السوري في أستراليا عم يرفع راسنا وما شاء الله عليه، عم نحكي عن أحمد الأحمد، ولكن اليوم في عنا مشكلة داخلية دكتور محمد، ما حدا أكيد بأنكرها. هي مشاكل كثيرة، ولكن من هي المشاكل مشكلة الخطاب. أحيانا عم يكون الخطاب التحريضي. فهلأ أنا بدي أعطيك مثال. عم يمر معنا على السوشيال ميديا أحد رجال الدين، عم يكون في منبر وعم يكون في قدامه شباب، فنحن متعودين دائما أنه رجل الدين يعطي خطاب توعوي، يوحد الناس، ينشر الحب، التآخي اللي نحن تربينا عليها. ولكن للأسف اليوم البعض عم يستغل هذا المنبر لحتى ينشر الكره، ينشر مثلا. بستذكر معك جملة مرت معي وكثير ناس علقوا عليها، أنه إذا قامت الفتوى لطايرة رؤوس. هل هذا الأمر هو عادي دكتور محمد نحن اليوم بهالزمن اللي وصلنا له، وشو لازم نتصرف تجاهه؟ والله الحقيقة في الأشهر أو في الشهرين الماضيين فعلا سربت أشرطة مرعبة على أشخاص يقفون على المنابر. والحقيقة أن هؤلاء ليسوا يعني معروفين. يعني هذه صحيح. الأسماء، مثلا هذا الشريط اللي عم تتحدث عنه، أنا شخصيا ما سمعت بهذا الشيخ من قبل. 100%. وأنا كنت طبعا رئيس جمعية أرباب الشعائر الدينية، الجمعية التي تضم كل الأئمة والخطباء في دمشق وريفها. ما عرفت هذه الأسماء اللي عم شوفها الآن، أحيانا بخطاب غير منطقي وغير معقول وتصدر على المنابر. حتى من أسبوعين رأينا شخص عم أيضا يشتم العلماء، يشتم الفقهاء، نعم. وهو مش واقف على المنبر، واقف تحت. يعني أكيد كمان حتى ممكن ما له مكلف من الأوقاف. ولكن هذه الظاهرة ظاهرة مرعبة وخطيرة، وعلينا أن نتحد لمواجهتها. بالطبع مواجهة هذه الفتاوى تتطلب توحد بين أصحاب الخطاب الديني المتسامح الذين يملكون تأثيرا على الجمهور، أن يبينوا للناس أن هذه الفتاوى لا علاقة لها بالفقه الإسلامي الأصيل. نعم. الفقه الإسلامي الأصيل هو فقه يتسع للجميع، وفقه يؤمن بالآخر ويؤمن بالاختلاف. الفقه الذي يأذن بتولي رئيس الوزارة لغير مسلم مثلا. يعني الإمام الماوردي في كتابه الحدائق، في كتابه الأحكام السلطانية، عندما تحدث عن حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية، ورأى أن وزارة التنفيذ اللي هي بمثابة رئيس الوزراء يمكن أن تكون لغير مسلم حتى في الدولة الإسلامية. نحن أصبحنا الآن بحاجة إلى الاعتراف بأننا نبحث عن دولة مدنية حقيقية. الرسول نفسه عندما أقام دولته في المدينة المنورة لم ينشئ دستورا لاهوتيا ثيولوجيا،
كان يمكن أن يقول لهم دستورنا القرآن وخلاص. بلى، لا، ما قال هذه الكلمة. قال صحيح. دستورنا بنتفق عليه نحن والسكان، نحن والموجودين هنا. كان عنده في المدينة 14 قبيلة من قبائل اليهود، فكانوا شركاء معه في كتابة وثيقة المدينة، وقال فيها إن محمدا ويهود بني عوف أمة واحدة من دون الناس. صحيح. هذا هو الدستور الذي حكمت به أول دولة أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء مختلف عن هذه الفتاوى العلماني كافر بدنا نقص راسه والأصحاب المذاهب الأخرى أو الطوائف الأخرى أو هؤلاء المختلفين نعم عنا في التوجه دكتور هؤلاء محمد. زنادقة. نعم، يجب أن ندرك أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان منهجا يتسع لكل المواطنين، والجميع كانوا موجودين في دستور المدينة. 100%. دكتور محمد، لفتني من فترة حضرتك أنت عامل برنامج عم تخاطب فيه، هلا عم تقول الطوائف الأخرى، عم تقول كل طائفة عم تخاطبهم بكلمة السادة، السادة من الطائفة الفلانية، السادة من الطائفة الفلانية. وعم نشوف اليوم أيضا دكتور أنه خطاب الحكومة هو خطاب جامع لكل الشعب السوري. فشفنا الرئيس عم يقول الثورة هي لكل السوريين، وخص أيضا من فترة أهل الساحل قالوا أنهم عانوا من النظام السابق. ولكن بعض الأصوات التي نحن عم نتحدث عنها عم تطلع على المنابر وإلى آخره حتى على السوشيال ميديا ما عم تأثر سلبا على خطاب الحكومة، عم يكون في تعارض بيناتهم. بكل تأكيد نحن يجب أن نتعلم الاحترام. كان أسلوب النظام السابق أنه هو الحديث عن الوحدة الوطنية، وأي حد يحكي عن طائفة يعتبره أنه عميل وخائن، وكانت سياسته أن نطمس الهويات. طمس الهويات لم يؤدي إلى المحبة، لأنه صرنا بدنا نعيش عالم من التكاذب. بدي أكذب عليك وتكذب علي لحتى نكمل، وكل واحد يقول أنا ما بهتم بديني ولا بهتم بطائفتي مشان يمشي الحال. هذا كذب. كل إنسان بيهتم بدينه، بيهتم بطائفته، بيهتم بأسرته، وهذا حق مشروع، واللي ما في خير لأهله ما في خير للناس. نحن يجب أن نعود للحديث عن الهوية الجامعة كوطن، ولكن لاحترام الهويات الفرعية. كل إنسان له تاريخ وله سجل وله أسرة يحب أن ينتمي إليها. نحن في الفقه الإسلامي تعلمنا هذا الأسلوب عندما كنا نقول كشافعية مثلا، نقول الرأي عندنا كذا وعند السادة الحنفية بخلافه، الرأي عندنا كذا وعند السادة المالكية بخلافه. كنا نخاطب المختلف بوسط السادة، والخلاف بيكون كبير. مثلا الإمام أبو حنيفة يرى جواز تزوج البنت بدون وليها إذا كانت بالغة، بينما الإمام الشافعي يعتبر هذا الزواج زنا. خلاف كبير، ولكن هيك بنقول الرأي عندنا وجوب حضور الولي، وعند السادة الحنفية لا يشترط حضور الولي. هذا هو ما تعلمناه في الفقه الإسلامي من أجل أن نسوقه لمجتمعاتنا المعاصرة. السادة الإسماعيلية، السادة أهل السنة، السادة العلوية، السادة الدروز، السادة اليزيدية، السادة المرشدية، السادة المسيحية، هؤلاء كلهم أبناء هذا الوطن، ومن حقهم أن يشعروا بالاحترام ولو كان هناك خلاف في العقيدة أو خلاف في الفقه. لكن يجب أن يكون هناك احترام كامل، احترام للتنوع. مش بس أحترم أخي، بدي أحترمه وأحترم اعتقاده، أحترمه مش أحترمه وألعن دينه، هذا ليس احتراما. بدي أحترمه وأحترم دينه، بدي أحترمه وأحترم طائفته، لأن هذه الطوائف وهذه الأديان لم تتشكل إلا على قيم إنسانية رفيعة. صحيح. أي مذهب في العالم يعتنقه مليون إنسان يستحيل أن تكون هذه المبادئ هي مبادئ الشر. هلأ بيجي واحد بيقول لك هي البوذيين 400 مليون والهندوس مليار. إيه طبعا، هذه أيضا تجمعات بشرية محترمة، وهذه أيضا تملك قيمها، تملك قيما عظيمة نحن ما بنعرفهم، نحن ما قرأنا عنهم، نحن نقرأ الشائعات. ولكن لو قرأت ثقافة كل أمة من الأمم في كل مكان في الأرض ستجد قيم عظيمة وراء كل أمة، وراء صحيح. كل دين هناك قيم عظيمة. نحن في بلدنا على الأقل لازم نحترم القيم العظيمة الموجودة عند أبناء الطوائف السورية، وأن ندرك
الآن نحن ننجز كتابا أيضا، بعد ما أنجزنا هذا البرنامج الآن ننجز كتاب نقدم فيه أعمق وأجمل ما لدى هذه الطوائف السورية من أخلاق ومن قيم ومن بر في الوالدين ومن صلة في الرحم ومن احترام للذات الإنسانية. حتشوف أنه كل مذهب موجود في الوطن لديه ما يضيف إليك، لديه ما يعلمك من القيم والأخلاق صحيح. والفضائل التي يعيش عليها الناس. 100%. لذلك نحن اعتمدنا في قراءة سوريا الجميلة هو قراءة القيم العظيمة الموجودة لدى كل طائفة، العادات الجميلة. هذا البستان السوري الجميل سنسيء إليه إذا فرضنا عليه لونا واحدا. جمال البستان بتنوع أزهاره الله الله. وثماره وألوانه. يسلم تمك يا دكتور، وقديش نحن اليوم بحاجة هذا الكلام، وكتير وكتير وكتير. دكتور محمد، يمكن هلأ أنا عم فكر وحضرتك عم تحكي وأنا مسرور جدا من هذا، من هاي المقابلة وهذا الكلام. عم فكر أنه هلأ اللي عم يحضرونا أكيد هن مسرورين من هذا الخطاب الديني اللي بدأ المحبة والاحترام وإلى آخره. ولكن اليوم دكتور ممكن هلأ أنا وأنت عملنا خطوة إلى الأمام، ولكن يمكن بعد نص ساعة يطلع لك مقطع فيديو أو يطلع لك أحد على المنابر يرجعنا 10 إلى الخلف. اليوم في مخاوف، إن كان من أهلنا في الساحل، أهلنا في الجنوب، بكل منطقة في سوريا عم تعاني من مخاوف. أخيرا من وجهة نظرك كيف نحن ممكن نتخلص من هي المخاوف وترجع سوريا مثل ما نحن بنعرف ومثل ما ربونا أهلنا إخوات؟ كيف ممكن؟ شو الطريقة؟ نحن نثق بالإنسان أولا، ونثق بالإنسان في سوريا ثانيا، ونثق بالأرض السورية. هذه الأرض احتضنت حضارات خلال التاريخ كله. خلال التاريخ السوري هذه المنطقة قامت فيها دول مختلفة قوية، وهذه الدول كانت أحيانا تحمل إيديولوجيات، ولكن ظل هذا الشعب متنوعا، وظلت صحيح. المساجد والكنائس تتعانق وتتجاور، وظلت الناس يزور بعضها بعضا ويحب بعضها بعضا ويتزوج بعضها من بعض. كان عندنا في الإسلام أدب، في الأدب العربي في باب اسمه باب الديارات، أدب الديارات. صحيح. هذا الأدب جميل. أنا بتمنى لو حد عم يسمعنا من وزارة الثقافة أو من وزارة الإعلام يروح يحيي أدب الديارات. ما هو أدب الديارات؟ كان هناك عدد من يعني الشعراء أو الأدباء أو حتى المتصوفة من رجال الطرق كانوا يصعدون إلى الأديرة. الأديرة اللي كانوا يجلسوا فيها الرهبان. عندنا أديرة كثيرة في سوريا، في جبال مشت الحلو في أديرة، في جبال اللاذقية، في جبال دمشق، في جبال النبك. هذه الأديرة كان يجلس فيها رهبان فارغين ما عندهم، يعني يخدموا يعني مجتمعهم البسيط ويعبدون الله. فكانوا يطلعوا ينشئوا حوارات علمية وشعرية وثقافية، نتج منها أدب خاص اسمه أدب الديارات. جمعه مثلا الشابستي، له كتاب اسمه أدب الديارات. أدب الديارات أيضا تقرأه في العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي. معناه دكتور الحل اليوم هو الحوار من وجهة نظرك؟ هو ليس الحوار اللاهوتي العقائدي، مش رايح الناس تقول مين حق ومين باطل، لكن رايحين يجلسوا مع بعض سمر ويتغنوا بالطبيعة، يتغنوا بالإنسان، يتغنوا بالجمال، يتغنوا بالغزل، يتغنوا بالثمار. كانت هذه الآداب الجميلة التي يمتزج فيها الإسلامي بالمسيحي والسني بالشيعي والعربي بالكردي، كانت كل هذه الآداب الجميلة تصنف ويدونها رواتها. والآن فعلا لما أقرأ الشابستي في كتابه الديارات فعلا أشعر بالروح التي نحتاجها اليوم نحن في سوريا، إنه كيف كانوا يتبادلوا ليس فقط الأسمار والمجالس. أحيانا كان بعضهم يعني يمارس النكتة، يمارس الضحكة، يمارس يعني نوع من التمرد على الواقع الصارم. كانوا يلاقوا شوية حريات في تلك الديارات يتحدثوا فيها. فإحنا المفروض نبحث عن أي مكان يجتمع فيه السوريون، ينسون همومهم، يتحدثون عن المستقبل، يطوون الماضي. الماضي ليس مقدسا، المقدس هو المستقبل. الله. إن الله أنزل في القرآن
آية أعدها أعظم آية في القرآن، ذكرها مرتين، تكررت مرتين. ذكرنا قبل أحكام أو حياة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود، الأنبياء كلهم، السلف الصالح كله. ثم قال لك في النهاية بعد كل القصص، قال لك تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كسبت. ولا تسألون إلا عما كنتم تعملون. نحن نقرأ الماضي كذكرى، نقرأ الماضي كعبرة، ولكن المقدس ليس هو الماضي، المستقبل. إننا كلما تحدثنا في الماضي اختلفنا، وكلما تحدثنا في المستقبل اتفقنا. الله الله دكتور محمد، أنا مبسوط جدا، سعيد جدا وفخور أنه حضرتك موجود، وخاصة بهذا الوقت العصيب لحتى نسمع منك هذا الخطاب اللي نحن كلياتنا بحاجته. وبتمنى عليك تضل موجود وتضل دائما، كل ما هيك اتسع الوقت نحن أكيد حنستضيفك، وكل ما اتسع الوقت مع حضرتك تكون موجود معنا على السوشيال ميديا. أنا من الأشخاص اللي كل ما أشوف بوست من حضرتك بحس هيك أنه إذا في شيء بريح وبحس بالسعادة، وبقول يا رب بتفائل بالمستقبل مثل ما حضرتك عم تحكي. ما ضل غير اتشكرك واتمنى لك هيك يا رب دائما الله يبارك بعمرك، وتضل ان شاء الله هيك سوا نشوف مستقبل سوريا يكون حلو. شكرا كثير لكم، وشكرا للاستضافة الجميلة، ولقاءات قادمة إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا.